شو هذا؟ شو هذا؟ كيف؟ برلون ولا ما برلون؟ رهيبة. بيعطي لون حلو هذا رهيب. بحطهم هيك بشكل حلو. احلى كبسه دجاج على طريقتي. احلى كبسه. هلا بحط شويه زبيب فوق، بدي افرش فيهم الكبسه على جنبها على وشها الى اخره. مع البهارات الصحيحه اذا تعرضت لحراره بتعطي نكهه احلى. هالشكل دجاج هيك، دجاج مفصفص هون كمان، معلقه شويه مكسرات وشوية صوص هيك حواليها فوق الدجاج شوي. شد بقدونس. كيف؟ بنحاول ندلق دلق نحن. حلو. للكبسة أنا رح استخدم دبابيس الدجاج أو الوراك. فيكم أنتم الفروج مثل ما هو تقطعوه قطع وتشتغلوا فيه. شرحات مع فلفل حلو أخضر مربعات معلقة كبيرة، معجون البندورة، بصل أحمر وأبيض مقطع مربعات، مكعبات صغيرة، جزر مبشور، وعندي هون أنا زبيب منقوع بمي لأنه ناشف كتير مشان بس هيك يتشتش شوي، مي باردة. وفي هدول البهار الصحيح مثل ما بيقولوا البهار الكامل أساسي، زنجبيل، لومي، هال، ورق غار، وعودين قرفة. وفي عندي انا هون بهارات. هي بهارات الكبسة، هي عبارة عن هالقصص المجففة، زنجبيل، فيها زنجبيل، قرفة، هيل، ورق غار، شو بيقولوا له اسا، حب فلفل حلو كامل، بيطحنوها مع بعضهم، زائد نبتة اسمها الشيبة. هي الشيبة بتميز شوي طعم الكبسة، مجففة تقريبا مثل الميرمية. هي فيكم تحطوا البهارات اللي بدكم اياها. انا بعتقد اهم شيء بالكبسه هي هالبهارات هي الصحيحه اللي نحمسها، اللي راح نحمسها مع البصل والدجاج. طيب عندي انا هون شويه زيت زيتون. شوي يلا معلش. رح اعملها، رح احمس هدول شوي ليطلع نكهه اكثر. البهارات الصحيحه بس هيك شغله 30 ثانيه. هاي الزيت مع البهارات اذا تعرضت لحراره بتعطي نكهه احلى او اطيب. خلينا نقول هلا البصل، رحت البصل دبلهم شوي. دبلنا البصل شوي، هلا بنحط زنجبيل، ثوم، فلفل حار، كمان تقليبه خفيفه. حلو، دبلت شوي ولزقت. هاي كله هذا بيعطي طعمات حلوه. الدجاج رح خليهم ينقلوا معهم هيك، ياخذوا نكهه. حراره عاليه هلا بنرفعها، نحركهم شوي هيك عشان هالبصل يطلع نكهه مع الدجاج. زادوا المعازيم وهي اسا بدنا نزيد عليها، ما رح تكفي، رح نقلهم على طنجرة تانية او وزعهم. نعمل الصوص بعدين نجمعهم كلهم بطنجرة واحدة. نقلب هدول شوي اللي نقلناهم، نضيف باقي المكونات. هدول بما انه قسمنا الاكله لنصين، هاي نص هون ونص هون. فلفل حلو نلحقهم بالبندورة، نصف هون ونصف هون. حركهم شوي هيك نخليهم ينزلوا ياخذوا حرارة هيك. هلا الجزر كمان نصف هون والباقي هون. وزعهم. معجون البندورة معلقة هون ومعلقة هون. وهي بهارات الكبسة اللي قلنا عنها كمان معلقة هون ومعلقة هون. نحركهم بس هيك تحريكة خفيفة مشان هاي ينزل هالبندورة وهالقصص الحلوة لهون. تقريبا شي نصف لتر مي لأنه هي الخضرة بدها تنزل مي أكيد. بسم الله. هي كله مشان الصلصة أو الصوص تبع الكبسة. ملح تقريبا معلقة ملح هون هيك، ونخليهم يغلوا على مهلهم. تمام. موضوع الكبسة وحقيقة اللون والطعم والكذا هي نسبة وتناسب. مثلا في ناس بتحبها على حمار شوي بتزيد لها معجون البندورة، بتحبها على صفار شوي بيزيدوا الكركم، معروف انه هو بيزيد صفار الاكل. يعني موضوع بيعود لكم وانتم على ذوقكم. مشان هيك الكبسة ما إلها يعني ما إلها حقيقة، ما إلها قاعدة ثابتة وقوية إلا البهارات اللي تكون هي بتميزها للكبسة. ونحن هون انا رح احط لكم اكيد، اكتب لكم كل البهارات اللي حطيتها بهالاكله الصحيحه، حتى البودره رح احاول افصل لكم اياها بالمعلقه. ومثل ما قلنا الموضوع بالنهايه ذوق واذواق ونفس، كل واحد على ذوقه كيف بيحب البهارات. في ناس بتحب حد شوي بتزيد للحد وهكذا. هي تقريبا قعدوا شيء اكثر من نص ساعه
الدجاج استوى على الآخر. قلبهم على طنجرة وحدة وكمل طبخ الرز معهم. حلو. بعد ما جمعناهم بطنجرة وحدة بنشيل الدجاج هلا لحاله لهون. هلا هدول في ناس بتحب تطحنهم وتطبخ فيهم الرز. انا بحب هيك يضلوا مثل ما هن وشان اطبخ الرز فيهم ويضل هيك شقف بندوره وفليفله وخضره مع بعضهم. تمام. هلا على الرز عندي هون 4 أكواب رز بسمتي، هذا مغسول فقط وليس منقوع. انتو تعليمات الرز وكمية المي على كل كيس بتكون مكتوبة اكيد. بحط فوقهم. تمام هيك حاجة بس شوي هيك. بشوف انا مشان مقياس الرز مع رح الصوص اتركهم مشان نعملهم صوص جنب الاكل ناكلهم للي بحب صوص زيادة. شوية مي، رح نزيدهم شوية مي. بعتقد هيك ممتاز. هذه مثل اي نوع رز بنطبخها على نار خفيفة بس تغلي وبنضعف النار، بنغطيها مزبوط وبنخليها تهدى على البخار وتستوي. انا بحب احط هيك شوي صغيرة زبيب بقلب الرز يطلع معه هدول بعدين على الوش. الدجاج بالنسبة للدجاج اللي شلناه وحطيناه بالجاط هون، في ناس بتحب او فيكم انتم اذا بدكم تعطوه هيك تدخلوه على فرن درجة حرارة عالية، تعطوه هيك وش يتحمر شوي. لا بأس، انا ما بحبه هيك يكون مسلوق مع هالقصص. هي اذواق بالنهاية، اذواق فيكم تشووه وفيكم مثل ما هو فقط بنزين فيه هلا الكبسة. تمام هيك بس نشفت المي يعني صار الرز هيك واضح شكله. شايفين كيف؟ وقتها بنغطيها ونضاعف النار ونتركها على مهلها تستوي. طيب هي لبين ما استوت رح نشيلها لهون ونخليها تكمل استواء. نقلي بصل وجزر، هي تقلية انا بنصحكم تعملوها مع الزبيب. كتير كويسة. رح نحط شوية زيت زيتون هون. شوية زيت زيتون، بصل، ننزل البصل اول شيء. البصلة شوي او بندبلها نشوحها مثل ما بيقولوا شوية صغيرة ملح عشان تساعدنا تدبل شوي. بعدين هلا الكمية الجزر كلها شوية ملح عشان الجزر ياخذ طعم هيك. شوية فلفل ابيض، شي معلقة صغيرة فلفل ابيض. هنا الجزر مع البصل شايفين كيف هيك عطى هيك شوي نشفت مثل ما بيقولوا ميته. هلا بحط شوية زبيب فوقهم بسيطة وخالصين، بس هيك يعني شيء بسيط. شالت دقيقة بس او اقل من دقيقة، لانه اصلا انا الزبيب عندي منقوع بالمي وجاهز. خلص تمام هيك. شايفين ما احلاهم؟ بشيلهم على جنب، فيهم الكبسة على جنبها على وشها الى اخره. جننوا. حلو. هي قعدت شي 40 دقيقة على نار خفيفة جدا يعني، وطفيت عليه ربع ساعة مشان بس هيك تهدى والرز كله يفتح الحبة. مثل ما شايفين عندي هون انا الدجاج، الزبيب للتزيين، شوية لوز مكسر، وعندي هدول الجزر اللي حكينا عنه هلا بنفرجه. نحاول ندلق دلق نحن. حلو ما شاء الله ما شاء الله. نصف الدجاج هلا هيك بشكل حلو. شغله من الشغلات. حلو. هي هذا الجزر والبصل اللي حمسناه بشكل حلو هلا موزعن هون، بيعطي لون حلو هذا رهيب. نحطهم هيك بشكل حلو. وهي هدول الوراك انا فصفصتهم وبحطهم هون على الوش هيك شوي. لا بأس بها. الزبيب بنرشهم هيك موزعهم بشكل حلو. يا سلام. شوية لوز محمص مكسرات على الوش. شد بقدونس هيك يا دوب خفيفة تعطي لون حلو. كيف برلون ولا ما برلون على البكالوريا؟ او بنسكبها بشكل صحن بهالشكل الحلو. دجاج هيك دجاج مفصفص عملناه الحلوة. مكسرات كمان شوية مكسرات، شوية صوص هيك حواليها هيك فريش شوي. دجاج شوي كمان فوق الدجاج شوي. شد بقدونس. احلى كبسة. كيف؟ بسم الله. هات لندوق. من الاكلات الشعبية العربية عموما بس تاخذ وقت كتير. هي الصلصات اللي جنبها وال الى اخره. بسم الله. شو هذا؟ شو هذا؟ رهيبة.
جربوها هالطريقه وبدكم عن جد تدعوا لي عن جد. لا تنسوا، لانه رح نروح ناكل مع الضيوف ونقعد على الطاوله. لا تنسوا باخر الفيديو اذا عجبكم لايك وشير وتعليق وتاج لاصحابكم اللي بتعرفوهم واللي ما بتعرفوهم. سلامات. يلا تفضلوا يا جماعه، تفضلوا يا جماعه، لا تخجلونا، تفضلوا. هيك هم